الأندية المادية يعني دي يا جماعة واضحة وصريحة ومحددة التارجت بتاع هي عايزة ساري عربي من اللي معاهم العربية الهامر الكبيرة ال4 باي 4 دي اللي ما بتغرسش في الرملة من الآخر كده. يعني تصحى الصبح تقول لي صباح الخير يا حبيبي ولا بعطيكي 100 دينار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنتكلم عن اسلام رجب. طبعا كلنا عارفين اسلام رجب يا جماعه، مشهور جدا على التيك توك وعلى الفيس ان هو بيعمل فيديوهات رياكشنات بس كده بوشه، حاجات تعبيريه بحيث ان هو يوصل لك ان هو صاحب الفيديوهات دي وان هو اللي بيتكلم فيها بصوته. انا واحده من الناس لما سمعت فيديوهات اسلام رجب افتكرت ان ده صوته، بس لما يعني ابتديت او حاولت اتواصل معاه وسالته قال ان هو بيعمل بس محتوى رياكشنات، ان هو ده المحتوى بتاعه، ان هو بيجيب الفيديوهات وان هو بس بيعمل حاجات تعبيريه كده بوشه. بس بجد هو خدعنا كلنا، يعني بجد شابولي ان هو وصل لنا كلنا ان هو عرف يقلد كل الناس دي كلها كده، او وصل لنا المعلومه ان هو صاحب الفيديوهات دي. عاوزين بقى الايام الجايه نطلب من اسلام رجب ان هو يقلد لينا الفنانين العظماء بتوع زمن الفن الجميل، زي محمود المليجي، كمال الشناوي، يونس شلبي، كمان سعيد صالح، عادل امام. الناس دي كلها عاوزين بقى يا اسلام كده الايام الجايه نسمع منك حاجه برياكشن بقى او حاجات تعبيريه كده بوشك ان شاء الله، وربنا كده يكتب لك النجاح، وان شاء الله كده كلنا ندعمك وربنا يوفقك باذن الله. تعالوا بقى يا جماعه كده نسمع اسلام رجب وهو بيتكلم عن البنات واختياراتها في شريك الحياه. طبعا هو بيقلدهم بالرياكشن بس عن طريقه فنانين تانية، بس بجد وصل الرياكشن بتاعه لدرجه ان انا لما باجي اسمعه ما بقدرش امسك نفسي من الضحك بجد. يعني اسلام من الناس الحلوه جدا. تعالوا بقى نسمع اسلام رجب وهو بيقلد الفنانين كده على طول مساء الفل طال عمرك ولا بظروفك 200 ريال. هي عايزه كده يا جماعه، وفي الغالب النوع ده بيطول معانا شويه لحد ما اهلها في الاخر بيجبروها ان هي تتجوز ولا سيد كلاسين حرام الغسيل جارها. الواد حلو وكسيب وكل يوم بيغير طقم. ديانا الشرقانه، يعني ديانا مش هتسالك مواصفات شريك حياتك ايه يا ديانا، تقول لك اي حاجه اي حاجه ربنا يبعتها حلوه. يعني هي ماشيه بمبدا انا رايحه مع اللي رايح، اي حد رايح ياخدني في سكته. والله حبيبتي ديانا هتموت وتطل بالابيض حتى لو في السجن، يعني لو تتحبس وتلبس الابيض عايزه تطل بالابيض ديانا. ودايما بتماركت لنفسها بطريقه حلوه قوي كرييتيف على الميديا ديانا حبيبتي. يعني بوستات بقى من نوعيه محجوزه لابن المحظوظه، يا بختها اللي هبقى مرات ابنها، الجو ده. يعني شويه وناقص تنزل ببوسترات صور على كوبري اكتوبر. دي لازم نلحق نلمها يا جماعه، لان مش بعيد لو سيبناها شويه هنلاقيها جابت بوكيه ورد وشويه شوكولاته راحت تتقدم لابن الحلال. حنا الغاويه اهانه. مواصفاته ايه حبيبتي؟ عايزاه باد بوي زي سريع وسفينه كده في ملوك الجدعنه، كرباج صومالي ويمشي يلب ويرقع ويرزع فيا ليل نهار بالكرباج. انا عايزه اتهان، انت لسه هتقدرني؟ انا مش عايزه تقدير، مش عايزه حب. طفي السجاير في كعب رجلي بعد اذنك، انا عايزه اتلسوع. ففي الغالب يا جماعه النوعيه دي لو ربنا كرمها واتجوزت بنلاقيها بعد شهرين في محكمه الاسره بترفع خلع، عشان في الغالب جوزها بيمد ايده عليها. الشوقيه البراويه مش عايزاه يبقى ابن امه، مش فاهم يعني مش عايزاه يبقى ابن خالته يعني ولا ايه؟ مش يبقى ابن حرام يعني مش عايزاه. لو حسيتي في بدايه العلاقه ان هو مدلوق عليكي قوي وبيحبك قوي ومهتم بيكي جدا، اقلقي. لكن لو انت حسيتي ان انت اللي بتحبيه وانت اللي بتبذلي مجهود وهو تنك وبيتقل عليكي والكلام ده كله، هنا بقى اقلقي. لكن الحاله الوحيده ان انت لو لقيتي حبك ليه قد حبه ليكي، وان انتوا الاتنين مهتمين ببعض زي بعض وفاهمين دماغ بعض ونفس الاهتمامات والحياه حلوه وحاسه بمستقبل حلو مع الشخص ده، هنا بقى بالذات اقلقي والله. لكن خد بالك عمرو، لو ارتبطتوا ببعض والدنيا جميله ولقيت نفسكم متفاهمين والحمد لله اتجوزتوا ومكملين، اقلقي احتياطي، محدش ضامن حاجه والله. والله انا قلقان منك انت. من الاخر لو حسيتي باي مشاعر حب، ايوه اقلقي، صح كده.